بونجور. النهارده الحلقه هتبقى توتوريال نعرف ازاي نرسم الوش بزاويه 3/4. هنبدا بان احنا نعرف التكوين بتاع الوش من الزاويه 3/4 وبعد كده هنرسم مع بعض. اول مره تشوفوني، انا منى مصطفى، رسامه كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجه بحبها ان انا اتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. اهم حاجه نعرفها في رسم الوش من زاويه 3/4 ان الوش نفسه ما بيبقاش مقسوم نصين، بيبقى مقسوم زي ما احنا بنقول 3/4، ربع و3/4. بعد ما بنحدد دايره الوش بنقسم الوش بس بزاويه 3/4، بنقسم الدايره بالنص كده تقريبا علشان نشوف خط العين. اما الخط اللي بيحدد لنا فين الشعر بيبدأ والخط بتاع الدقن ده بيختلف على حسب الوش باصص لفوق ولا لتحت. اللي بيلخبط شوية في الرسم الزاوية دي اللي هي 3/4 ان خط النص ما بيبقاش ثابت دايما، ممكن يبقى ربع و3/4 وممكن يبقى اكتر من الربع شوية او اقل من نص بشوية. هتلاحظوا الاختلافات دي مع اختلافات الوشوش اللي احنا اخترناها. تاني حاجة محتاجين ناخد بالنا منها هي العينين في الناحيتين ما بيكونوش قد بعض. هنا مثلا الناحية دي شايفين الدايرة كبيرة ازاي، لما نيجي نشوفها على الناحية التانية هتبقى تقريبا ربع الدايرة، ربع المساحة تقريبا. وبرضو المساحة دي بتختلف من وش للتاني ومن زاوية الوش قد ايه، هي 3/4 او اقل شوية او اكتر شوية. ونفس الكلام في المناخير، ممكن نلاقيها المناخير مقسومة 3/4 مظبوطين او مقسومة شوية مدية في النص زي الشكل ده. تحسوا ان خط النص واضح قوي ان هو قاسم المناخير ناحيتين، غير اللي احنا لسه عاملينه اول واحد تحسوا ان هو لا، هي ناحية واحدة بس اللي باينة وحتة صغيرة من الناحية التانية. هنا تحسوا ان المناخير اقرب ان جزء واحد بس هو اللي باين، مش النصين بتوع المناخير. فكل الحاجات دي محتاجين نخلي بالنا منها قبل ما نبدأ رسم. هنرسم دايرة ونبدأ نحدد خط نص الوش بالطول وبالعرض كده سريعا، الاوتلاين بتاعه، ونحدد مكان الودان ومكان العينين والمناخير والبق ومنبت الشعر بالقصة كده، حاجة كده كروكي مش اكتر. زي ما احنا اتعودنا ان اول خطوات بتكون حاجات كروكي كلها، بنحدد بس اماكن كل حاجة في الوش فين، مش بنرسم بالتفاصيل. الخطوة التانية هي ان احنا نعمل اللاير اللي احنا رسمنا عليها كروكي دي، نقلل الاوباسيتي بتاعتها ونخليها على مالتيبلاي ونزود لاير جديدة ونبدأ نرسم بقى تفاصيل العينين وتفاصيل الوش كله بالشعر بكل حاجة. مهم جدا ان احنا نظبط اي حاجة مش عاجبانا في المرحلة دي. انا عن نفسي نزلت العينين شوية لتحت وطلعت البق والمناخير لفوق شوية، وبعدين اول لما لقيت كل حاجة مظبوطة بدأت ألون. عرفوني في الكومنت تحت لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي بلون او الطريقة اللي انا بلون بيها الوش، ولو حابين اسجلها على فيديو زي ده. لو استفدتم من الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتروحوا على انستجرام تعملوا فولو. لو عندكم اسئله او اقتراحات لفيديوهات جايه اكتبوها لي في الكومنت. وبس كده، اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.